حد سألك قبل كده إيه حل مشكلة الأوفر ثينكينج أو التفكير المفرط ومعرفتش ترد عليه؟ أنا اتسألت السؤال ده قبل كده في لايف كنت فاتحه ومعرفتش أرد عليه من واقع تجاربي الشخصية. أنا قريت عن الموضوع بس ما كنتش عارف أرد من تجاربي أنا. بس بعد فترة ابتديت أعرف إجابة السؤال ده. أول حاجة بتوصلك للتفكير المفرط هي الفراغ ومن الفراغ ما قتل. المثل ده حقيقي 100%، لأن الفراغ بيخليك تفكر في أسوأ الحلول دايما. تاني حاجة اللي انت تكون بتشتغل شغل او بتعمل حاجة انت ما بتحبهاش، فده برضه بيخليك تقع في الاوفر ثينكينج، اللي انت بتحاول بكل الطرق اللي انت تخرج من المشكلة اللي انت فيها، فدايما بتقعد تفكر. تالت حاجة بقى اللي الناس ما تعرفهاش، اللي انت عايز تتحكم في كل حاجة، عايز تتدخل في كل الامور، عايز كل الامور اللي انت اتكلمت فيها او التصرفات اللي انت بتعملها نتائجها ما تخالفش توقعاتك، وده عمره ما هيحصل. اللي انا جاي اقوله لك يا صديقي دلوقتي، اللي انت فكر قليل بس فكر صح، وخلي نتائجك دايما ايجابيه، وخلي عندك دايما يقين بربنا، وخدها من واحد مجرب قبل كده، هتفرق معاك قدام. بس خلي يقينك بربنا كبير، وان شاء الله هتفرج علينا كلنا. والاوفر ثينكينج هيروح لما تعمل حاجه بتحبها، ولما ما يكونش عندك وقت فاضي كتير دايما حاول تشغل وقتك بتمرين. مش فاضي تمارين، اطلع اتكلم مع امك بره في الشقه في اي هبل، هتلاقي الموضوع عدى. بس ما تسيبش نفسك للقعده لوحدك، لان الموضوع ده هيضيع حياتك في يوم من الايام. يلا، سلام.